جاءني ثم جاءني شوية موظفين قالوا لي معلش احنا استعرضنا مبلغ آخر الشهر بس فعلا المبلغ كان كبير تقلص إلى ولا حاجة. هلا بجد؟ والله ما تطمع في حاجة. لا يمكن أن تستعلي على إنسان فقير، لكن اغمس فرشاتك من دم بالعامية بتاعتنا. حد فاضي لفرشاة ولوحة وفرشاة مين ولوحة مين؟ حزمة بصل أحسن من كل الكلام ده. محدش فاضي لهذا الطرف، لكن هو مش طرف، ده هنا الفنان اللي بيتكلم، والفنان اللي بيستعير من الفصحى وبيستعير من النصوص الرصينة، يأخذ مفرداتها يلقيها ويضيفها في داخل النص، تتحرك تكتسب شكلا جديدا، تتوتد فيها الروح وتعكس الجمال حتى في أوساط الغلابة والمسلوقين. اغمس فرشاتك من دم ذات واسبقني عهود اللوحة. انت تقراها ازاي؟ انا هي على بس انا عملتها عهدود عشان اوزنها. هذه قضية اخرى بالنسبة للوزن. الوزن اي وزن؟ اهو الوزن التقليدي الذي في القصيدة العربية التقليدية، والوزن الذي أخضعه للطي مع الخبل خبل وهو مع الإضمار خبل والمصطلحات العتيقة، أم أنه الوزن الذي يأتي من السماء؟ واحد من أعظم شعراء اسكندرية المرحوم عبد العليم القباني كان في لحد ما استوى شاعرا مشهورا كان يدوب بفك الخط. فين وفين لما اخذ ابتدائيه ولا معرفش ايه عشان يعينوه موظف الجامعه، وانما هات لي خطا عروضي في دواوين الفصيحه المتواليه ابدا. مش كده؟ الوزن يأتي وهو الشعراء الجاهليين والإسلاميين وغيرهم كانوا بيدرسوا وزن وبيدرسوا عروض وبحر كذا وبحر كذا، ولا بالحدس والحس والرقي والحفظ وإعمال المجهود حتى يستقيم الوزن الإنساني. أنا لا أعرف أستاذ خميس حسون هل درس الوزن ولا لا، لكن الذي أعرفه أنه استقام له الوزن فقط. المشكلة في الوزن خاصة في شعر العامية كثيرا ما يخضع للنطق، طريقة النطق، كيف ينطق الكلام، وبالتالي النص الصعيدي ينطق غير النص الإكاوي بطبيعة الحال. ومن هنا مثلا نجد شاعرا مغربيا ششتري صاحب نص يمكن احنا ببعضنا يعرفه، شويخ من أرض مكناس وصف لك سواق يغني اش علي من الناس واش على الناس مني. لما جاء المشرق جاء مصر وبعدين راح على الشام وبدأ شاعريته تتكلم مع الدول، وهو شاعر منشد، شاعر يعتمد على النص المسموع وليس النص المقروء، شاعر الحضرة وشاعر التصوف الإنشاد وسط الجماعة. ما الذي فعل؟ كتب نصوص بالإيقاع المشرقي. الفصحى ليس فيها إيقاع مشرقي وإيقاع أندلسي،
اللي طبقه ابن زيدون في قصائده هو نفسه الذي طبقه المتنبي وابو التمام وفلان وفلان وفلان. العامية لا. العامية لا بد وأن يدخل فيها اعتبار كيف أنطق هذه الجملة. فدلوقتي هندخل على اللغة الإسكاوية، مش كده؟ لا لا، فيها يعني اسكوية. لا أنا بطالب وفي سمك لا يا دكتور. اسكوية لا نسمع بصوت الأستاذ خميس ولو مقطع من هذه سمعنا. المس شاتك من دم هلال واسبقني على حدود اللوحة، ارسمني حكاية من الحكايات، حدوتة من كتب الأطفال، يمكن فستان بنوتة بتتهجى الحق، ارسمني في ليلة المولد لما الأم بتعملني عروسة حلاوة بتفرقها على عيال الحارة، ارسمني في ساحة الحرب شهيد أو لبس جديد للعيد، على إيد العنب المفروطة ببدني براح، بمواسم تتحدى الأساطير، تهزم كل الخرافات في حكاية ست الحب، ما بتحبلش الكلمة في سنة الأسد فما تتخلش، اجعل فرشاتك حد يهز فلول الخوف المذكور، اجعل من فرشاتك حد يهز فلول الخوف المذكور في الجوع، هز طوفان الشعر الخالد في البدن الناحل، بسرني بعباية روحك، شد الطرف الخيط الواصل بيننا وبين توعية تتردد بينا، امسح من ذاكرة وشوش الناس الأصلية، ما تشوش الرسم نزيل بخرز منحاز، نفسي بتجزع من ريحة الورنيش، من لون الأسفلت المدبوس بمسوخ البني آدمين، ما تفرفتش في دم السبح العجز عن التسبيح، ردني فيا لملم عظمي متبعتر في الألوان، عايز أدوب ذوبان المشمش في أغاني النعناع، رافض أدخن روحي سجاير أو أقراني خبر الصبح في عناوين الجرانين، برفض كل الصور المبتذلة بصوتي، ما تحددش مساحة لموتي، ما تقطعش اللون بكفوفي، اجعل بيني وبين اللوحة مساحة تشوفي، يا لو أعرف أرسم زيك كنت بقيت مخلوق من عالم تاني، أضفر شعر الموناليزا حرير وازرع سكك اليتم شجر صفصاف، أفرش في عشوش العصافير أحلام للورد، واخدم كل قلوب أطفال العالم عقد فيروز، فما تزعلش إن خدتك مني، كل إزاز الحلم اتكسر ما جرحنيش غير نبرة صوتي في لحظة خجلي، وانت بتبدأ أول خطوة في مرحلة التكوين، لسه بدور على عنوانك وش بشوش، أو في عيون ملياها الدهشة، في ظل بكارة أرض بتحلم بالنوار، لساني شاعر لسه في صمت الحلق خضار، طين الأرض اللي بيشبهني، نفس الشبه الرابط بينا في نفس الدايرة، وانت رهان الوقت في زمن الصعب، مدرك ان الوحشة ميلاد للموت، مارس كل طقوسك لدخول الممنوع، واشطب كل خرايط العالم من على صدري، شيل الهم اللي بيخنقني وعد حدود المعنى هديلي، سافر فيا وانت مسافر جوه ملامحي، حس بنبض شوارع روحي، حس الكلمة اللي معنداني،
وبتتسرسب من شرياني. حسني بيا جايز لما مشاعر الذات تتوحد فينا نرجع واحد.